السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهاردة نعمل مشروب الهوت شوكليت، ونعمل كمان بودرة الهوت شوكليت في البيت. تقدروا بقى كده تحفظوها عندكم طول الشتاء. هو الشتاء ايه بقى غير شوية مشروبات كده تدفينا وتروق علينا كده في الساعة اللي احنا فيها دي. فان شاء الله الفيديو يعجبكم، تستفادوا منه. متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو اول مرة بتشوفوني. يلا كده نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. ومتنسوش كمان تصلوا على النبي في التعليقات، سيبولي كده اي كومنت صغير منه. نسمي الله كده. واول حاجة معانا هناخد 3 معالق كبار كده من الكاكاو الخام الاسباني. تمام، يفضل طبعا ان احنا ندخلهم كده عشان نتخلص من اي تكتلات بتكون موجودة في الكاكاو بالمعلقة بالشكل ده كده. 3 معالق كبار مليانين. هحط عليهم معلقة كبيرة من النشا. تمام، هحط عليهم نص معلقة كبيرة من كريم شانتيه، وتقدري تستغني عنه لو مش متوفر عندك. وبعد كده هنرش كده حاجة بسيطة خالص من القهوة سريعة الذوبان او النسكافيه. تمام، طبعا لو مش متوفر برضو تقدري تستغني عنه، بس هو بيعزز كده النكهة بتاعة الشوكولاتة معاكي. هحط كمان رشة صغيرة خالص من الملح. تمام، كده فاضل معانا السكر طبعا حسب الرغبة. انا حطيت معلقتين كبار كده مليانين من السكر. تقدري طبعا تزوديه او تقلليه زي ما انت حابه. هنقلب كده البودرة مع بعض، وكده عملنا بودرة الهوت شوكليت في البيت. تقدري كده تحطيها في برطمان تحتفظي بيها في باب التلاجة، او تحتفظي بيها في المطبخ خارج التلاجة، مفيش اي مشكلة. تمام، زي ما قلت لكم السكر حسب الرغبة. ممكن ما تحطوش عليها سكر خالص، وتحط السكر ساعة التقديم او ساعة لما تيجوا تستخدموها. تمام، ده كده شكلها بجد حلوة قوي، واوفر بكتير من اللي بتتباع جاهزة بره. تمام، وتقدروا تعملوها طبعا من غير النسكافيه، وكمان من غير الكريم شانتيه. تمام، هسيب لكم طبعا المكونات في صندوق الوصف عشان لو حابين ترجعوا لها. كده عملت كده البودرة الهوت شوكليت. الكمية ديت هتعمل معايا حوالي 3 كوبايات من الهوت شوكليت. تمام، فانا هستخدمها كلها مش هعينها. تمام، هجيب بقى كده حوالي 3 كوبايات من الحليب. تقدروا تستخدموا حليب او حليب على ميه. تمام، يعني ممكن تستخدموا نص الكميه ميه ونص الكميه حليب، مفيش اي مشكله. تمام، هضيف كده البودرة الهوت شوكليت على الحليب، وهبدأ كده اجيب مضرب واقلبهم كده كويس لحد ما ادوبهم كده على البارد الاول، وبعد كده بنرفعهم على النار. لاحظتوا هنا ان انا زودت كده شويه سكر. تمام، حسيت كده ان انا محتاجه ازود سكر فزودت سكر، يعني السكر حسب الرغبه. هقلبهم كده شويه، ويعني احاول كده ادوبها على قد ما اقدر، وبعد كده بنرفعها على النار. يعني مجرد بس ما تغلي معانا كده بنطفي عليها على طول. زي ما انتم شايفين ببدا اقلبها كده، مش بتقلب معانا قوام مهلبيه خالص، هي بيكون قوامها يعني ايه مش تقيل قوي ولا خفيف قوي، برضو بيكون القوام بتاعها كويس كده. بعد ما نزلتها من على النار بيكون شكلها كده، بيكون القوام بتاعها كده متوسط، ولا هو تقيل قوي ولا خفيف قوي، بيكون حلو جدا. شايفين؟ بعد كده ببدأ كده اصبها في الكوبايات او الكاسات، اي حاجة بقى موجودة عندك، فناجين اي حاجة. بجد حلوة قوي، ده كده القوام المظبوط بتاعها. ولما بتبرد معاكي بتتقل شوية، فطبعا تقدروا تتحكموا في القوام على حسب كمية البودرة اللي بتحطوها على الحليب. تمام، لو هنحضر كوباية واحدة بس من الهوت شوكليت بناخد معلقة كبيرة مليانة، معلقة كبيرة هرمية كده من البودرة الهوت شوكليت على كوباية من الحليب، وبنرفعها على النار وبنعمل معاها يعني بنعملها بنفس الطريقة. بجد حلو قوي، شايفين القوام بتاعه حلو جدا. يا رب الفيديو كده يكون عجبكم واستفدتم منه. طبعا زي ما قلت لكم تقدروا تخزنوا البودرة الهوت شوكليت عندكم وتستخدموها في اي وقت. دلوقتي بقى ده اختياري انكم تجيبوا كده المارشميلو. انا جبت المارشميلو الطويل ده، وبدأت كده اقصه بالمقص وبحطه كده على وش الفناجيل بتاعتي. طبعا بيسيح كده مع الهوت شوكليت وبيدي طعم حلو قوي وكمان شكل حلو. تمام، تقدروا كمان تحطوا كده فوم بتاع الكريمة، يعني لبن فوم كده معمول بالجهاز بتاع الفوم، او تقدروا تحطوا الكريم شانتيه كده في كيس. تمام، وتزينوه من فوق، وطبعا ممكن تستخدموه كده من غير اي تزيين ولا اي حاجة، بيكون حلو جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.